السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا بتنفعنا دايما في المناسبات وبتبقى حلوه قوي لللانش بوكس في وقت الدراسه. هنعمل مع بعض الكب كيك هش وطري وبجد طعمه تحفه، مختلف عن اي وصفه كب كيك ممكن تكونوا جربتوها، كمان بمقادير اقتصاديه وبطريقه سهله وبسيطه اي حد يقدر ان هو ينفذها. اهم حاجه تابعوا الفيديو كويس للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل تخليه يطلع معاكم بنفس النتيجه. متنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. ودي كده المقادير اللي معايا. اول حاجه معايا كوبايه من الدقيق المنخول، نص كوبايه من السكر، تلت كوبايه من اللبن، تلت كوبايه من الزيت النباتي، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وبستخدم دريم كيك شيف، وبيضه، ومعلقه صغيره من فانيليا سايله، وشوكليت شيبس للتزيين. اول حاجه في بوله هضيف البيضه ومعاها الفانيليا، وهقلبهم بالمضرب اليدوي، وبعدين هضيف السكر واستمر في التقليب لمدة دقيقتين 3، وبعدين هضيف الزيت واكمل تقليب برضو دقيقتين 3 لحد ما القوام يبقى هش معايا، وهضيف بقى اللبن واستمر في التقليب. واهم حاجة في المرحلة دي ان انا اتأكد ان السكر داب تماما معايا قبل ما اضيف الدقيق. هضيف الدقيق على مرتين، هحط اول جزء وهقلب، وبعدين هضيف باقي الكمية مع البيكنج باودر وهقلب بس بالراحة عشان ما طلعش الهواء اللي دخلته في الخليط. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. هبدأ بقى اضيف الشوكولات شيبس، هحط تقريبا معلقة ونص، كل واحد طبعا على حسب يعني الكمية اللي يفضلها. انا حطيت كده شويه، بعدين حسيت ان انا محتاج ان انا اضيف اكتر. على فكره اللون الابيض اللي في الشوكولات شيبس ده عشان كان بقاله فتره في التلاجة فبيعمل اللون ده، طبعا مبيأثرش على اي حاجه، وبيرجع لونه عادي جدا او بيتحط في الفرن. هنا جهزت طبعا صينيه الكب كيك بالورق بتاع الكب كيك، وهبدأ ان انا اصب فيها. بحط تقريبا في كل قالب حوالي معلقه ونص، يعني بتوصل كده لحد تلتين القالب بتاعي عشان بس ما تنتفخش قوي وتطلع بره القالب ويبقى شكلها يعني مش لطيف. الكمية دي كويسة جدا، والكمية اللي انا عاملاها يا دوبك كفت صينية الكب كيك اللي هي 12 قطعة. هبدأ كده ان انا هبدها عشان اساوي بس الخليط بتاعي، وهبدأ ان انا اضيف بقى شوية من الشوكولات شيبس على الوش كده عشان دي شكل حلو. وقبل ما اصب الخليط في القوالب بتاعتي بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، بدخله في رف وسط بيقعد من 10 دقايق لربع ساعة. ممكن ان احنا نختبره بخلة اسنان عشان نتأكد ان هو استوى، او نكتفي بس ان احنا لما نلاقيه اخد اللون الذهبي ده نعرف كده ان هو استوى معانا. والكب كيك ما بياخدش وقت خالص في الفرن، وصعب ان احنا نلاقيه ما استواش، يعني بيستوي بسرعة جدا. زي ما انتم شايفين الكب كيكاية معايا طالعة متساوية وشكلها مظبوط، مش طالعة بره القالب ولا اخده شكل مش لطيف. بنسيبه يبرد بقى وبألف هنا، بجد طعمه حلو جدا وهش. وزي ما انتوا لاحظتوا طبعا ان هو ما اخدش وقت ولا مجهود معانا خالص، كانت وصفة سهلة وبسيطة جدا اي حد يقدر ان هو ينفذها، وكمان اقتصادية جدا، يعني هتبقى اوفر لنا بكتير من الحلويات اللي بنشتريها من بره. وصدقوني الولاد هيحبوه قوي، ان طعمه بجد حلو جدا وهش وطعمه مختلف، والشوكولات شيبس عامله طعم حلو قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه دي بكل تفاصيلها، يعني تستخدموا نفس نوع البيكنج باودر اللي استخدمناه. الفانيليا السايله كمان بيبقى طعمها حلو قوي في الكيكات، افضل من الفانيليا الباودر، بتدي بجد طعم مختلف، وهتشوفوا كمان شكله من جوه بجد. يعني اتمنى ان انتوا تجربوه، وخصوصا ان احنا كمان في وقت مدارس فيبقى حلو قوي ان الولاد ياخدوه معاهم، هيفرحوا بيه وبجد هيعجبهم اكتر من الحلويات اللي بيجيبوها من بره. طبعا حاجة اضمن واوفر واحلى كمان. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.